تعالوا بينا النهاردة بقى هنعمل أحلى بسبوسة، حاجة كده دايبة دوب تتاكل أكل. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير. النهاردة سنبلة الفرات طبعا نزلت لنا دقيق سميد البسبوسة، طبعا تكون حاجة مضمونة والنتيجة طبعا بتبقى هايلة جدا. حبيت ان انا اجرب دقيق سنبلة الفرات معاكم وقلت اجربه. النهاردة هنحط منه 3 كوبايات سميد بسبوسة عشان نعمل صينية مقاس 28 زي ما انتوا شايفين كده. حطينا 3 كوبايات من دقيق سميد البسبوسة. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة ما فيهاش اي افتكاسات او انها صعبة، او الناس طبعا اللي بتقول بتطلع مني ناشفة ما بتشربش القطر بتاعها. في حاجات كتيرة بتظهر في البسبوسة ما بتطلعش النتيجة كويسة. هنا هنشوف بعد ما حضرنا 3 الكوبايات السميد بنخليهم على جنب، ومعايا هنا بولة تانية معايا كوباية سكر ومعايا زبدتين. النهاردة هنعملها بزبادي مش بلبن. زبدتين من عند اي سوبر ماركت. وكمان حبيت اعزز الطقم، حطيت معلقه قشطه وبقلبهم حلو قوي 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 علشان اضمن ان السكر داب. ومعايا 3/4 كوبايه سمنه بلدي، سمنه عاديه اللي يريحك، ميكس بين الاتنين مفيش مشكله. المتواجد عندك اعملي بيه. بقلبها حلو بس السمنه تكون دافيه، انا عايزه السمنه تكون دافيه. بنقلب حلو قوي علشان اضمن ان السكر داب. هنا بروح كبة الخليط، حاطه الخليط على دقيق السميد وبقلبهم تقليبه حلوه، بس ما كترش في التقليب علشان ماده الجلوتين ما تظهرش في الدقيق. ما اقلبش تقلبتين بس واضمن ان مفيش اي دقيق لسه مركون في قاع البوله. زي ما انتوا شايفين كده بنقلب تقليبه حلوه بس ما نكترش، اضمن ان كل المواد اتغلفت مع بعضها بالسمنه بالدقيق بكله. بكون محضره صينيه مقاس 28. الصينيه يا جماعه المقدار على قد الصينيه، ما بصش ان انا الاقي ال3 كوبايات دي احطهم في صينيه 30 في صينيه كبيره، لا طبعا مش هتطلع حلوه. وبكون مسخنه طبعا الفرن على درجه حراره 180، بتاخد حوالي نص ساعه و5 دقايق. هنا بدهن الصينيه بالسمنه فرشه بسيطه كده. لو صينيه عاديه حابه تحط لها سن الطحينه ممكن، لو الصينيه ألمونيا عادي، علشان انا عايزه البسبوسه تدي اللون الذهبي من ارضيتها. ببتدي هنا افرد البسبوسه كده بايدي، حسيت انها مش راضيه تتفرد معايا مثلا تقيل، بقوم بايدي ابلها ميه وابتدي برضو ابطط على البسبوسه عشان اضمن ان هي تبقى مفروده كلها، ميبقاش حته عاليه وحته واطيه. طبعا احنا كده ماشيين مع بعض واحده واحده، مفيش اي كده حاجه صعبه كده، تمام، مفيش اي حاجه صعبه. بليت ايدي زي ما انتوا شايفين كده بالميه ومشيت على الوش، حاجه بسيطه جدا ما تسكرش. مش هجيب ميه واقعد لا، انا بليت ايدي بله بسيطه ومشيت على وش البسبوسه، وبضربها ضربتين كده على الارض او على الرخام اللي انا شغاله عليها علشان ما يبقاش فيها اي هواء. طبعا دي زي ما انتوا شايفين انا ما ضفتش عليه اي حاجه، ولا بيكنج باودر ولا اي حاجه. الدقيق عليه كل الاضافات. حتى لو هنجيب دقيق سايب من العطار بنجيب نص كيلو، ممكن حبه هتضيفي عليهم معلقتين جوز مفيش مشكله. لو انت عندك جوز حطي، انا هنا حبيت ان انا اعملها بسيطه وسهله ما يبقاش فيها اي حاجه مش متواجده. بسبوسه يعني بندق، شويه بندق لو متواجدين عندك حطيهم، مفيش بندق وحابه تعمليها ساده برضو مفيش مشكله، اي حاجه متواجده عندك مشيها. حطينا شويه البندق على الوش وبرضو بططناهم حلو كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده هنا هحضر السيرب بعرف
ازاي دلوقتي ان هي لسه محتاجة سيرب او اكتر او طب يعني كده هي لازم افهم لما ادوس على البسبوسة من فوق وابص الاقي انها لسه بتنز عسل، لو لقيتها لسه ما نزلتش يبقى لسه البسبوسة ناشفة محتاجة قطر تاني، وطول ما هي بتشرب السيرب يبقى لسه محتاجة. لو ابتدت تخلص السيرب وخلاص ما شربتوش يبقى هي كده خلاص اكتفت. بعد ما بتخلص بسيبها ساعتين عشان اعرف اقطعها حلو وبغطيها. بعد ما بتخلص بغطيها، هبتدي هنا اقطع ونشوف كده مع بعض هتطلع ازاي. شايفين يا جماعة حاجة دايبة دوب، اخدت نص ساعة و5 دقايق في الفرن، حاجة كده تتاكل اكل. شايفين من الجوانب شاربة القطر ازاي، حاجة كده يا جماعة دايبة طعمها تحفة. السيرب لو حابة تحط عليه معلقة سمنة بلدي بتخليها في حتة تانية خالص. جربوا يا جماعة مش هتندموا، مفيهاش اي حاجة صعبة، مفيهاش اي حاجة مش متواجدة في البيت. تابعوني دايما على صفحتي مملكة الحلويات هنلاقي كل جديد، وشكرا.